شكرا على الاستضافة. معكم محمد طناني، حكم دولي في ألعاب القوى ومكون دولي للحكام فيما يخص إفريقيا الناطقة بالفرنسية والعالم العربي، وكذلك مساح دولي حرف ألف خبير فيما يخص مسح السباقات على الطريق. الوجود ديالي في الماراثون ديال الرباط هو أولا بقبعتين. القبعة الأولى هو أنني قمت بالمسح ديال الماراثون، وطبعا جات الشهادة ديال القياس من طرف الاتحاد الدولي، والآن أغير القبعة وأصبح مستشارا للجنة التنظيم باش نساعد لجنة التنظيم على إنجاح هذه الدورة. فيما يخص المطاف ديال هذه السنة هو شبيه بالمطاف ديال السنة الماضية، إلا فيما يخص بعض التغييرات، ومنها بداية السباق، خط بداية السباق. الآن فصلناه على مدار ديال هيلتون، لأنه كان فيه السابق كانوا جوج منعرجات، ولذلك ما كنعطيوش فرصة للعدائين باش ينطلقوا. وضعنا البداية في شارع الإمام مالك، لأن الإمام مالك هو شارع جميل جدا واسع، وفيه تقريبا 1600 أو 1700 متر إلى حدود مدار زعير، ولذلك غادي نعطيو فرصة لزاتيت باش ينطلقوا بالسرعة اللي كيمشيو بها دائما، ويكون نتائج طيبة إن شاء الله. ويتيام إديسيون هذه مازال راه كاين الناس اللي عندها 50 60 70. حنا يلاه بدينا ماراثون الرباط، ان شاء الله نتمنوا من هنا لقدام يبقى هذا الماراثون، ماشي هذا العام هذا ولا العام الجاي، بغينا من هنا ل 2030 40 يبقى. هذا هو الهدف ديال الجامعه. ونتمنى النسخه هذه يعني في هذه الدوره ديالها كيفاش كتوقع؟ كل نسخه كتجيب بالجديد، لان كل عام كيتطور. يمكن العام الجاي يكون الامكانيات الماديه تكون زايده شويه، يقدروا يجيبوا دي زاتليت في المستوى اكثر من هادو اللي كاينين دابا. وقد ما جبتي طلعتي الفلوس، الشيفر ديال لاريفي قد ما كيجيو لي زاتليت مزيانين، لان الماراثون صعيب باش تلعبي 4 5 خطرات في العام. كاين اللي محترفين كيلعبوا 3 في العام ماكسيم. كتوقع ان العدائين المغاربه غادي يحتلوا مراكز متقدمه؟ ضروري المغاربه، واخا حنا كاع ما يديروش، حنا ديما مع المغاربه، ديما كنتمنوا المغربي يدخل في البوديوم. شكون الاسماء اللي كترشحوهم؟ كاين الدراري اللي مزيانين ما لاعبينش الماراثون، لاعبين السومي بحال القمري، بحال واحد المجموعه ديال الاخوات. حنا دابا عندهم كاين اللي عنده ماراثون على برا، كاين اللي عنده واحد البرنامج ما يمكنش يلعب دابا، كيدير السومي باش كيوجد الماراثون، يمكن يلعبوا في شي دوله اخرى ولا عنده في البرنامج ديالو هو. نتمناو الخير لكلشي. نعم، الهدف اللي اخترتوا هذه السنه هذه الدوره الثامنه، هدف الماراثون ولا نصف الماراثون؟ الهدف هو خص يدوز كلشي مزيان، والنتيجه بغيتي تحكم شحال يعني درتوا شي برايز؟ لا، النتيجه راه اي واحد كينظم والا كيتسنى يتحسن هذاك التوقيت. اي واحد برايز موني مهم للعدائين؟ البرايز راه كاين في لا، من غير بعد عليك اللي ربح، يعني اللي حط من رقم شي حاجه. كاين البونيس، كيكون البونيس ديال الرقم ديال الكلاسمون، كاين البونيس في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم علي اليخليفي، وكيل العدائين المغاربه والاجانب. اليوم كنحضروا في الرباط الماراثون انترناسيونال الدوره 8. الحمد لله بغينا هذا العام ان شاء الله يكون شي ريكور في هذا الماراثون. بغينا نلعبوا شي وقت ان شاء الله نحطموا الرقم القياسي اللي كان العام اللي فات، وبغينا ان شاء الله حتى البنات يحطموا الرقم القياسي. وكما كتعرفوا الماراثون ديال الرباط الحمد لله وصل للعالميه على حساب التنظيم اللي تنشوف. الحمد لله الفيلاج الناس كيجيو من اوروبا، كيجيو من المغرب، من كل بلاد باش يشاركوا في هذا الماراثون. وهذا الشيء هو اللي بغينا ان شاء الله يكون في المغرب، وبغينا يكونوا ماشي غير ماراثون الرباط وماراثون كازا وماراثون مراكش، بغينا ان شاء الله يكونوا بزاف لي ماراثون في المغرب، لانه الماراثونات هما الرياضه مزيان للشباب اللي طالعين دابا يمارسوا الرياضه باش يبعدوا على المشاكل وداك الشيء ان شاء الله. ونتمناو من الله غدا باذن الله نديروا شي ريكور ويكون الفرحه الكبيره. الماراثون ديال الرباط والاورغانيزاسيون ديال اللي كيترأس عليهم
سي حيزون الرجل العظيم اللي وقف على هذا الماراثون، كنشكره من هذا المنبر. وان شاء الله تكون الفرحه الكبيره حتى المغرب وتكون الفرحه عالميا، لانه لا دار شي وقت ان شاء الله مزيان غدا وتحطم شي ركور، كتكون الفرحه كبيره. والماراثون كيكون عنده الفالور كبيره ان شاء الله اللي يوصل للعالميه، وهذا الشيء اللي غنتمناو ان شاء الله. وشكرا. Audio